النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم شويه فول، مش قادره اقول لكم على طعمتهم ولا جمالهم. حلوين قوي 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 بطريقه سهله جدا، ولا هننقع الفول قبلها بليله كامله، ولا يتحط على البوتاجاز بال 12 ساعه. تعالوا اقول لكم عملت الفول الجميل ده ازاي. اول حاجه الفوله بتاعتك تكون لونها ابيض، يكون لونها فاتح ومتوسط. تقولي للراجل انا عايزه فول تدميس. الفول بتاعنا هنغسله كويس جدا وبعدين هننقعه في بوله لمده 6 ساعات. هنحط عليه ميه من الحنفيه، كل 3 ساعات هنغير عليه الميه. تمام كده. بعد كده بقى ان شاء الله بعد ما الفول بتاعك يتنقع 6 ساعات هتلاقي الفول حجمه تضاعف. هنجيب حله مش دماسه ولا حاجه، حله حطيت فيها الفول بتاعي، وجهزت نص كوبايه من الفول المدشوش، ده برضو موجود عند العطار، غسلته وصفيته. ونص كوبايه من العدس الاصفر، غسلته وصفيته، وجزرايه مبشوره. العدس والجزر هيدوا للفول بتاعك تقل كده، ولون اللون الاورنج الحلو ده. وحطيت بقى فصين من الثوم وليمونه غسلتها كويس جدا وقسمتها نصين وحطيتها. هنزل بقى بالميه المغليه بتاعتي وهسيبه يغلي. اول ما يغلي هوطي عليه النار. الفول بتاعي هياخد على البوتاجاز 6 ساعات. بعد 4 ساعات هتلاحظوا ان الفول بتاعكم استوى، لكن القشره لسه ما استوتش وهتلاقوه لسه خفيف. سيبوه 6 ساعات، القشره هتستوي كويس جدا، وكمان هيتقل وهيبقى تحفه معاكم. لو لقيتوا الفول بتاعكم محتاج ميه بنزود له ميه مغليه. الفول اهو بعد ما غلي هوطي عليه النار. بالنسبه للناس اللي ممكن مش هتلاقي فول مدشوش مثلا عند العطار، الفول بتاعك بعد ما يتنقع تاخدي كبشه منه كده، تقشريهم وتحطيه معاه، هيبقى فول مدشوش عادي جدا. الفول بتاعي بعد ما عدى 6 ساعات وسبته برد، شايفين تقل، لونه بقى تحفة جدا. ولا حطينا بقى كركم عشان نوصل للون ده، ولا هنحط معلقة دقيق في الاخر عشان يبقى تقيل. اصبروا عليه هتاكلوا احلى واجمل واطعم فول. الفول لازم يتنقع عشان لو ما نقعناهوش هيتعب القولون جدا. حطيته بقى في اكياس التلاجة وهعينه في الفريزر. عمل معايا هنا 5 اكياس كبار، انا باكل الكيس على يومين يعني 10 ايام. هتاكلوا احلى واجمل فول، وكفايه ان هو معمول في البيت بنظافه. يبقى نص كيلو من الفول عليه نص كوبايه من العدس، ونص كوبايه من الفول المدشوش، وعليه جزرايه وفصين من الثوم، وكمان ليمونيه نقسمها نصين، وميه مغليه. هتاكلوا احلى واجمل وانضف فول. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. وادي الفول بتاعي، شايفين؟ مش قادره اقول لكم، شايفين تقله؟ وشايفين الفوليه بقى، بصوا بتتهرس بمنتهى السهوله، القشره مع الفوله، يعني حاجه بجد تحفه جدا جدا. اشوفكم بقى في فيديو جديد.